انا بلعب عشان خاطر الجمهور وعشان خاطر الفرقه مش خاطر حد. بس انت ما رحتش افطار برضه؟ ما رحتش افطار صح؟ لا راح افطار. لا ما رحتش خالص اليوم ده. ومش يعني ان شاء الله هو بعد الماتش بس غير اخر الماتش ان شاء الله وبعد كده احنا هنتصرف تاني يعني. اخر ماتش ليك يعني. طب يا كابتن كلام ان انت عندك عرض من ليرز والمصري. ربنا يكرم ان شاء الله يعني. دي حقيقه فعلا؟ لا والله بس هو في كلام بس انا لسه يعني والمصري ان شاء الله الفتره الجايه اشوفها. كابتن حسام مكلمه كل جنش حبيبي يعني ممكن في كلام كده بس لسه يعني. بعد الماتش خلاص مش هنكمل مع الزمالك لا والله بقى تصرف تاني في وقفه ان شاء الله يعني هم يدونا حقنا خلاص كل نشوف مصلحته ولا الموضوع حملت كتير جدا. ايوه اشمعنى النهارده بقى؟ اشمعنى في اليوم ده بالذات؟ يعني ايه اللي خلاك عشان احنا في اليوم ده عشان خاطر خلاص اللي عنده صبر خلاص خلص الصبر خلاص. لو حد بيبيع تاني كنا اشترينا منه بس خلاص لما تاخد كذا وعد وتيجي الناس تخلف وعدها معاك ويقول لك الاسبوع الجاي تفضل قاعد، الشهر الجاي تفضل قاعد، السنه الجايه تفضل قاعد وخلاص بقى. طب ما في خلاص في حد الموضوع 150 اكتر حاجه مضايقاك انت عشان موضوع البنك دينك يعني خلاص بقى. وبعدين اللي بيزيد على حد بيقلب ضده. وبعدين بتتكلم مع الاداره بقالك اكتر من 5 6 شهور ان انت عندك فلوس وعندك اقساط والناس ما بتسمعش ليك. طب هتعمل ايه؟ طيب يعني انت لو مكانها هتعمل ايه؟ فحاجه غصب عنك يعني. انا ليا 75% من السنه اللي فاتت كلها غير ال 25% بتاع السنه الجديده غير السنه دي. لا سيبك السنه دي يعني. لا مش هنتكلم في السنه دي. المفروض ان الفرقه كلها خدت 40% و50%. مين اللي خدها؟ ما حدش خدها. اكتر واحد في الفرقه يعني ممكن يكون اكتر واحد خد 25% وخد جزء من 25% الثانيه. ما هو الراجل قاعد اهو. ما هوش ده لعيب في الفرقه. هم بيقولوا لنا اللي بيوصل لينا ان انتوا خدتوا فوق ال 40%. مين اللي اهو انت خدت فوق ال 40%؟ حد خد فوق ال 40%؟ ده بره الحساب ده ربنا. لا هو ال 40 واحد بتاعته 4 جنيه اصلا. مفيش الكلام، مفيش فوق ال 40% والكلام ده. الله يكون في عونه. فهي لما بتاخد كذا وعد والناس تفضل توعدك وتفضل تتكلم معاك وبعد كده تيجي في الاخر مفيش محصله. طب ايه النتيجه؟ طب بعد ايه؟ بعد ده كله ايه؟ خلاص بيبقى في صبر بقى وخلاص العمليه زادت عن حدها يعني. فهو ان شاء الله يعني والله جيت الماتش عشان خاطر الجمهور بس عشان خاطر النادي ومن ان ما ينفعش اسيبهم في ظروف زي كده وان شاء الله بعد الماتش يبقى فيه تصرف. طب انت شايف الماتش هيبقى المدير الفني قال لك ايه بقى على الموقف اللي انت عملته بغيابك؟ المدير الفني راجل مقدر يعني. الراجل اول ما جه هو عارف ان في مشاكل في النادي وعارف ان في لعيبه. كلمته وقلت له سمير كلمه على قد كابتن الفرقه احمد سمير مش كابتن الفرقه وخدته معايا ورحنا للراجل. قلت له ايه؟ قلت له لما رحت للراجل قلت له ان انا في عندي اصابات متاخره والناس بتوعدني ومفيش. قال لي على اخر الاسبوع هصرفها لك ان شاء الله. فجي اخر الاسبوع الخميس مفيش. فانا يعني انت كنت مكلمه قبل الموقف يعني؟ ايوه انا مكلمه قبل الموقف اول ما جه. اول يوم او ثاني تمرين او حاجه او ثاني تمرين ليه. فانا قلت له الراجل قال لي خلاص ان شاء الله اخر الاسبوع والناس وممدوح عباس وعدني وانا عارف ان هاكس في الاخر شرب شاي بالياسمين كالعاده زي اي حد. بس هو برضه راح قعد يصوت برضه بيقول لك ما خدش مستحقات. طب ماشي ما طب هو ده لسه جاي ما كملش يومه وما خدش مستحقات واحنا اللي بقى لنا سنه. طيب نعمل ايه طيب؟ صح. فهي عمليه صعبه قوي يا جماعه يعني بجد يعني. وبعدين هم يعني حتى ما فيش حد بينزل يقدرك يعني. ما فيش حد بينزل يعتذر لك يقول لك مثلا ايه يقول لك خلاص طب اصبر على الاسبوع ده معاكم على طول. ما فيش حد انا ما شفتش حد لا كابتن ابراهيم ولا كابتن اي حد ولا اتكلم مع اللعيبه ولا ما هو. ما انت مش كنت موجود لما كابتن ابراهيم كان موجود؟ انا ما كنتش موجود. اتكلم مع اللعيبه بسبب الفلوس. لا فهي عمليه يعني بصراحه مقرفه. مش عايز اقول خلاص يعني خلاص الواحد يعني خلاص الكيل فاض بالواحد وباللعيبه كلها مش انا لوحدي بس. ربنا يسهل باذن الله يعني. يبقى لنا موقف بعد الماتش ان شاء الله بس ربنا يكرم عدى الماتش على خير اهم حاجه. طب انت شايف الماتش ازاي بقى؟ لا طبعا الماتش صعب بعد المشكله اللي حصلت كده. لا المشاكل بعيده عن الملعب. الملعب شيء ومشاكل في دورك التمرين اهو. انت ما رحتش؟ لا ما التمرين يا اخي التمرين دي عادي. الحمد لله انا بتمرن بقالي شهر بتمرن كويس جدا الحمد لله وواقف على رجلي الحمد لله. ولعبت الماتش اللي فات كنت كويس. فالماتش ده باذن الله لو انا موجود ان شاء الله ادي بشكل كويس. ايه مش هتاثر عليك في التشكيل؟ لا انا موجود. انا ابدا انا موجود مش بره السكور. انا موجود برضه هتفرج على الماتش. جوه السكور هلعب وهكون راجل في الملعب ان شاء الله. شايف ظروف مازيمبي فرقه ايه رايك؟ كمستوى كوره فرقه كويسه طبعا. فرقه محترمه جدا بطل افريقيا وانت برضه بطل افريقيا ونادي الزمالك نادي اسمه كبير طبعا في افريقيا. فان شاء الله باذن الله تبقى بدايه لينا باذن الله 3 ماتشات بغض النظر بقى عن انا مش عايز اتكلم في حته الصعود دي ان احنا ان شاء الله نكسب 3 ماتشات وبعد كده ربنا يحلها. عدم حضور الجماهير يعمل لكم ايه بكره؟ لا تبقى صعبه شويه. الجمهور طبعا مؤثر كبير جدا بشكل كبير على الكره المصريه مش على نادي الزمالك بس على الكره المصريه. الجمهور رقم 1 في كره القدم طبعا. فباذن الله يعني نعدي بس المشكله دي وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين طبعا وعيد سعيد علينا وعلى مصر كلها. بقول لك يا احمد انتوا قدرتوا تتاقلموا على الفكر الجديد بتاع المدرب البرتغالي ولا لسه شويه؟ عامل فكره اصلا جديد؟
هو لسه راجل شغال يعني، راجل كويس، وانا بتمنى التوفيق عامه، بتمنى التوفيق، راجل كويس وشغله كويس، شغله كويس والله جدا يعني. مجتهد وكل شغله بايديه وكده، فربنا يكرم يعني، وبيبقى معاك في الملعب وبيدخل معاك الاوضه وبيدخل بيركز مع اللعيبه بس هو الناس تساعده. انا كل اللي تحديدا اعدل لك كام لعبه كده. يعني ما بينزل معاك بينزل معاك في الملعب وكده، بس انا شايف ان المشكله مش مدرب، المشكله في الناس اللي بتساعده. احنا مش هنقعد بقى نجيب كابتن حسن اعظم مدرب في مصر، انا شايف هو فيها بعد كابتن حسن راجل بطل افريقيا 3 مرات مع منتخب مصر واحسن مدرب في مصر، ده خد دوري، خد كاس وخد سوبر بالمقاولين في درجه ثانيه، يعني هو في بعد كده مدرب طب يا جماعه؟ طب بيبقى لعيب في مين بقى؟ في اللعيبه شوفوا بقى يا جماعه، ببص الدنيا كلها يعني هم لو بيشوفوا لو اعتقد هم بيتفرجوا على الكوره، مجلس الاداره لو بيتفرج على الكوره يتفرج على الانديه، يشوف الانديه الثانيه منظومتها عامله ازاي ويشتغلوا زيهم، لو اشتغلوا زيهم ربنا هيكرمنا ان شاء الله. ده انا شايفه يعني. ماشي يعني. السلام عليكم.